زي ما احنا كمبرمجين بنحل مشاكل في الأكواد، نفس الفكرة إيلون ماسك وشركته بيحلوا مشاكل الصواريخ باستخدام البرمجة. لو انت متابع الراجل ده إيلون ماسك، فأكيد سمعت انه مؤخرا نجح من خلال شركته سبيس اكس المتخصصة في تكنولوجيا صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية انه يطور نظام يقدر من خلاله يعيد استخدام الصواريخ اللي بتنطلق للفضاء. عادة اللي بيحصل ان الشركة بتصنع صاروخ يطلع للفضاء ينفذ مهمة معينة، مثلا زي انه ينقل مركبة فضائية او قمر صناعي خارج نطاق الجاذبية الأرضية. بعدها الصاروخ كان بينزل في المحيط او في الصحراء محطم تماما، فكل رحلة بتحتاج صاروخ جديد واللي تكلفته بتبقى عالية جدا. ايلون ماسك فكر ازاي يقلل التكلفة دي عن طريق انه يطور نظام يخليه يقدر يلقط الصاروخ تاني وهو راجع من الفضاء على منصة الإطلاق، بدل ما يقع في الصحراء أو في المحيط، فبالتالي تقدر تعيد استخدام نفس الصاروخ مرة تانية. وبالفعل قدر ينجح في كده وجرب النظام ده ونجح جدا معاه. اللي يهمنا كمبرمجين نعرف ايه البرمجيات او لغات البرمجة اللي ممكن تحتاج تستعملها شركة سبيس اكس علشان تطور النظام ده. مبدئيا احنا محتاجين سوفت وير يقدر يتحكم تلقائيا في سرعة واتجاه الصاروخ وهو نازل، علشان نضمن انه هينزل في المكان المناسب من غير مشاكل. علشان نعمل ده احنا محتاجين نستعمل الجوريزمز متقدمة جدا بتستعمل ريل تايم داتا علشان تدي اوامر تعديل على سرعة واتجاه الصاروخ، زي البي اي دي كنترول الجوريزم، وعادة ده بيتم من خلال لغات زي السي بلس بلس والبايثون. كمان ده عشان يتم بصورة سليمة لازم نستعمل الامبيدد سيستم بروجرامينج اللي بتضمن ان في سينكرونايزيشن ما بين هبوط الصاروخ ومنصة الاقلاع عن طريق ريل تايم داتا بتفضل رايحة جاية بين الصاروخ والمنصة، علشان الصاروخ يفضل يعدل من سرعته واتجاهه لغاية ما يوصل في المكان المظبوط. مش بس كده، الصاروخ ومنصة الإطلاق بيبقوا مزودين بكاميرات وسنسورز زي الجي بي اس اللي بيبعتوا داتا بصورة مستمرة لوحدة التحكم. فاحنا محتاجين الجوريزم زي السيجنال بروسيسنج الجوريزم يقدر يقرأ الإشارات دي ويفلترها ويترجمها لداتا يقدر يقراها الصاروخ ويحدد مكانه بالنسبة لمنصة الإطلاق. وقبل كل ده انت محتاج تولز تعمل بيها سيميوليشن للنظام كله قبل ما تبدأ تنفذ على أرض الواقع. أداة زي المات لاب تقدر تساعدنا نجرب من خلالها سيناريوهات مختلفة علشان نضمن نجاح العملية قبل التنفيذ الفعلي. وأخيرا هنحتاج الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس أو الاي اي علشان يقدر يحلل نتائج التجارب اللي هنعملها، يقدر يتوقع المشاكل اللي ممكن تقابلنا، وكمان يدينا اقتراحات نعدل بيها على الالجوريزمز اللي بنستعملها علشان نوصل لأعلى دقة ممكنة. فلو حابب تكون جزء من المستقبل زي إيلون ماسك، ابدأ اتعلم برمجة، ركز على لغات زي السي بلس بلس والبايثون ومجالات زي الماشين ليرنينج والامبيدد سيستم. ما تنساش تسيب تعليق تقول لي ايه اكتر مجال عايز تتعلمه وشايف المستقبل رايح لفين.